ليدرشيب هي واحدة من أهم صفات البروجكت مانجر. لسه مكملين مع شخصية البروجكت مانجر ومعادنا مع سكيل جديدة، مهارة جديدة، وهي ليدرشيب. وهنا انا بتكلم عن سترونج ليدرشيب. وليدرشيب مش معناها التقليدي ان هو قائد ويشاور ويلا ونعمل، لا لا خالص. النهارده ليدر دون معناه ان هو واحد في وسط الناس قادر يقود الفئات المختلفه دي. ليدر عنده مالتيبل ليدرشيب ستايلز. يعني ايه؟ يعني عنده اشكال مختلفه من طرق القياده، قادر يقود فئات مختلفه في مواقف مختلفه باساليب مختلفه، ما بيعطلش، ما بيوقفش. عندنا مشكله والتكنيكال تيم الدنيا مش ظابطه معاهم والدنيا مش احسن حاجه، قادر ينزل ويقف على المستوى دون ويتكلم معاهم، وقادر يقود السيتويشن دي ويطلعها لبر النجاح. عنده كونفليكس ما بين اكتر من ستيك هولدر، قادر يقود الحته دي بشخصيته القياديه ويقدر يوصل الدنيا الى احسن الاوضاع. ليدرشيب هي واحدة من أهم صفات البروجكت مانجر. بالنسبة لي بروجكت مانجر هو المايسترو، هو موجود كقائد أوركسترا، إزاي يحقق الهارموني ما بين الناس دي وبعضها. دي شطارته، دي الملكة اللي المفروض تكون موجودة معاه، السكيل اللي المفروض يبنيها ويطورها على طول. قائد ناجح اعرف على طول إن البروجكت بتاعته كلها مشاريع ناجحة. نتقابل في سكيل تانية مع شخصية البروجكت مانجر.